انا معايا كابتن شوقي السعيد نجم نادي الزمالك الاسبق. كابتن شوقي مساء الخير. مساء الخير يا كابتن محمد. كل سنه وانت طيب وسنه سعيده عليك. صح والسلام، ما تحرمش منك، ربنا يخليك. بتشوف الموقف ده ازاي يا كابتن؟ بالنسبه ليه؟ الموقف اللي هو اتهام فتوح واتهام عبد الله جمعه والتصعيد اللي حصل وتناول الاعلام الغربي والعربي هذا الامر، وكان معايا الوقت الدكتور حازم خميس رئيس المنظمه عندنا في مصر بيقول ان الاثنين معرضين للايقاف بعد 15 يوم من دلوقتي، من 6 شهور لسنتين اذا ما التزموش وتواجدا للحصول على العينه وفق قوانين المنظمه. هو بص يا كابتن، يعني انا استبعد موضوع المنشطات والكلام ده، لان فتوح راجل لعيب منتخب مصر وموجود على افضل باك ليفت في افريقيا يا كابتن، وموجود على طول في بطولات، وراجل يعني بيشارك في البطولات، فاكيد طبعا بتعمل له تحاليل طبعا طبعا. فيعني بيتهيألي ما اظنش يعني الكلام ده. وزي ما انت قلت احنا المفروض ان احنا نقفل على نفسنا، ونادي الزمالك نادي كبير ومعانا راجل. ايه تفسيرك يا كابتن شوقي ان الموضوع اتقال كده على الملأ بهذا الشكل؟ يعني انت حتى الراجل بيقول لي لو كان السكور شيت خدناه من غير البروباجندا اللي حصلت في الميديا بعد الماتش احنا ولا كنا عرفنا حاجه. بص يا كابتن يعني محمد، يعني خلينا نتفق ان المستشار مرتضى منصور عامل طفره في نادي الزمالك. يعني نقول اللي ليه واللي عليه، يعني هو مش ملاك، هو راجل عادي، انسان يعني بيخطئ عادي جدا. بصراحه الراجل ده عمل في النادي حاجات جامده جدا، وعمل حاجه يعني الزمالك كانت بعيده عنها بقى فتره، اللي هي الفتره ال10 سنين اللي فاتوا. طبعا في حاجات بتقع مننا غصب عننا. نادي الزمالك احنا اللي بنسبب المشاكل لنفسنا. يعني احنا حاسين ان في حرب علينا، لكن احنا السبب في كل المشاكل اللي بتحصل لنا، مش حد تاني يعني. ما هو ده تناول يا كابتن، تناول المشكله. نتمنى ما انت يا كابتن كيف تتناول المشكله اللي عندك؟ بتحلها ازاي؟ ما انا بقول لك احنا نتمنى ان احنا نقفل على نفسنا ونحل مشاكلنا، لان ده نادي كبير. ما يصحش خالص ان احنا لاعبتنا يتقال عليها حاجه مش كويسه، وبالذات لما تكون مننا احنا. دي حاجه بتزعل، وده حاجه تزعل اي لاعب تاني هيجي لك، او اي لاعب انت هتحاول انت تتعاقد معاه هيحصل معاه مشكله، زي ما حصل مع بن شرقي قبل كده. برضه اللاعب يعني قال ان فيها ناس بتتكلم عليا وبتقول عليا كلام. فاتمنى ان احنا نلم نفسنا، لان احنا نادي كبير مش نادي صغير. هل تتصور ان فتوح هيكمل مسيرته مع الزمالك بعد اللي حصل ده؟ يعني لو انت مكانه يا كابتن، لو انت مكانه شوقي السعيد. لو انا مكانه طبعا مش هكمل طبعا. مش هتكمل؟ لا طبعا، انا ما اسمحش ان انت النهارده، ما اسمحش، مش حد يسمع على نفسه كده. اصل يا كابتن ما اتقالش كمان منشطات، ده اتقال مخدرات. يعني عارف المنشط ممكن تاخد دواء غلط، وارد يعني، ممكن تاخد دواء كحه، ممكن يكون دواء تخسيس، دواء كحه، دواء لعضله معينه، ربما تخطئ. لكن كلمه مخدرات ده اتهام عنيف جدا طبعا. انت متوقع انه ما يكملش؟ ما اعرفش، مش قريب من فتوح قوي عشان اقدر اقول لك هو بيفكر في ايه وبيفكر ازاي يعني. هل الزمالك عنده البديل المناسب؟ انت بتتكلم على باك ليفت، احسن باك ليفت في تعويضه صعب طبعا. صعب طبعا، نفس القيمه بتاعته دي صعب. ايه اللي تقوله لفتوح يا كابتن؟ هل تقول له روح فورا للمنظمه دي؟ لا، انت مجرد ما انت هتعتذر يبقى انت كده بتعترف. انا لو انا واحد من الناس اللي انا بعتذر، فانا بعترف ان انا راجل اللي انا خدت شيء. ده طبيعي. لكن انت بتتكلم يعني عبد الله جمعه كده يعتبر ان هو بيعترف انه اخذ تناول شيء. لا انا ما اعرفش القصه. بص يا كابتن، في حاجه، في لمس في الموضوع، الله اعلم هو ايه، بس في لمس في الموضوع. بس عبد الله طلع اعتذر، ده في فيديو اتحط يعني. اعتذر على ايه؟ ما انا عايز اعرف هو اعتذر على ايه. انا مستغرب. انت خلاص، انا مش عارف ان هم، اصل اللي انا عرفته ان اصل هو لا طلع خبط في حد ولا ظهر في مكان، قال تصريح عنيف. المدير الفني قال ان انا اللي مستبعد الاثنين. مظبوط، صح كده؟ مظبوط، لان فيريرا راجل عارف ازاي يتعامل مع الموقف. بس فانا عايز اعرف ايه اللي حتى. بص اقول لك على حاجه، في لعيبه في نوادي كتيره ثانيه كنا عارفين ان هم بيسهروا وبيشربوا وبيعملوا الكلام ده كله، كان الموضوع كان بيتلم. ولو ما كنتش انت تحمي لعيبتك، مين اللي يحميها؟ حتى لو من نفسها، من اي حد، من نفسها، من اي حد، انت لازم تحمي لعيبتك. الله انا بقول لك في حاجات كده غريبه، مش عارف احنا ليه بنعمل في نفسنا كده. طيب طبعا انت شايف ان تعويض فتوح صعب جدا في نادي الزمالك. انا اتمنى ان هو يستمر، والموقف يعدي ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله باذن الله. طب خد بالك، سيبك من الموقف والعلاقه مع الزمالك دلوقتي، في موقف اصعب، ان هو بكره في خطابات خارجه من المنظمه وفق اللي قاله الدكتور حازم خميس، وده راجل عالم كبير يعني.
قال انه وفق الكود الدولي هيبعت بكره لاتحاد الكوره ولنادي الزمالك والرابطه الانديه ان خلال 3 ايام لازم اللاعب يتواجد عشان ناخد منه العينه، او احنا نروح له، يقول لنا موافقين احنا نروح له. واذا ما لا التزمش انا حتى لو فتوح اتعمل تحاليل هو مستحيل يكون في حاجه، مستحيل يعني. ما انا اقصد كده يا كابتن شاوي ان هو فتوح دلوقتي قبل اي حاجه يروح يثبت براءته قدام الراي العام كله. طبعا صح كده؟ وبعد طبعا. كده علاقته بالنادي هو بقى هنشوف هيتعامل معاه ازاي. لا ان شاء الله باذن الله ربنا يهديه وهيبقى موجود في بيته، ونادي الزمالك ده بيته، والمستشار برضه ده يعتبر ابوه، وهو رب الاسره، المفروض ان هو يلم الدنيا كلها ان شاء الله باذن الله. بس هو الاب مع التشهير صعب جدا، اقبل اللفظ، انما ماشي. لا بيحصل والله، كانت بتحصل في اب بيشهر بابنه كده. النهارده ما احنا شفنا الكابتن ابراهيم سعيد قبل كده كان في مشاكل بينه وبين النادي الاهلي ورجع تاني النادي الاهلي، يعني المشكله. لا انا بتكلم على التشهير. أيوة لا ما ممكن، ما انت كابتن شاوي انت ممكن تختلف مع نادي الزمالك او مع نادي الاسماعيلي، الانديه اللي لعبت ليه، ولكن ترجع تاني طبعا، وارد جدا. ما انا بقول لك انت بس اقصد تشهير في سمعه او تشهير في... يعني خلينا برضو ان في لعيبه برضو كانت في النادي الاهلي حصل مشكله كبيره جدا واتلمت والدنيا بتتلم والدنيا حلوه لا انا سالت حضرتك سؤال، لو انت احنا كاعلام عايزين نلم الدنيا برضو، نادي الزمالك نادي كبير، وانت بتتكلم برضو على لعيب قيمه كبيره، فده حاجه كويسه ان اللعيب برضو هو عشان يعني قيمه كبيره يا كابتن انا مسانده. معلش ماشي، ما انا بقول لحضرتك هو ده دورك برضو، ان انت برضو تناشد المستشار مرتضى منصور ان هو الراجل برضو ده ابنك وبتاع والكلام ده كله، احنا نلم الليله ان ده لاعب برضو مؤثر في منتخب مصر. ما احنا عايزينه يتلم يا كابتن طبعا، احنا عايزين يتلم، بس انا بقول لك انه كابتن احمد فتوح عليه دلوقتي انه يثبت براءته اولا، لازم قدام الراي العام وقدام الاقارب وقدام المعارف وقدام جمهوره، لان هو لعيب كبير طبعا، وقدام حتى الاعلام الغربي، كل الناس اللي تناولته بهذا الشكل. انا يعني قدامي في البرتغال وفي البرازيل وفي اسبانيا وفي انجلترا وفي كل الوطن العربي بقى موضوع بايخ بصراحه يعني. تمام. عموما كابتن شوقي سعيد انا بشكرك شكرا جزيلا على رايك.